السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. تلبيه لطلباتكم جبت لكم طمينه باصغر كيله غير بكاس تاع السميد المحمص. شوفوا يا البنات، هاد الطمينه سميتها طمينه ملكيه وتستاهل هذا الاسم. درتها لكم بواحد المكون دوك تشوفوه معنا، مكون حصري واول مره على اليوتيوب. عطاها واحد البنه ما شاء الله. وبدون اطاله نفوتوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. اول حاجه جيبوا سميد متوسط البنات، ماشي رقيق وماشي خشين. هذا هو البنات، قربت لكم باش تشوفوه. كما راكم تشوفوا حمصوه على نار متوسطه رايحه القليله، يعني ما تجهدوش النار في خاطر هكا مع التحريك المستمر. ما نخلوش جهات يتحمصوا وجهات يقعدوا بويض، يعني نبقاو غير نخلطوا فيه باش يتحمص كاع كيف كيف. وهنايا اللون اللي نتحصلوا عليه يكون هكا شويه فوق الذهبي. شوفوا ما نخلوهش بيض وثاني ما نحمروش بزاف حتى يبان محروق وسط. البنات من الافضل ما تخلوش الطمينه تاعكم تبان بيضه، خاطر كاين بزاف صراحه، يعني هو الاكل اذواق، بصح كاين بزاف كيشوفوها بيضه ما يبغوش ياكلوها، يخافوا منها، يحسبوها ماشي طايبه. ما لا حمصوه مليح لواحد الدرجه متوسطه. دوك تشوفوه معايا. بالكاس تاع 220 ملي درنا نصها عسل. العسل يكون دافي، ما تسخنوش العسل، خاطر كان تخلوا العسل يسخن حتى يغلى الطمينه تاعكم من بعد تقصح. ودوبنا كيما شفتوا المارغرين وزدتها على هذاك العسل، يعني نص عسل ونص مارغرين. خلطوا كل شيء غايه هكا مع بعض ونديروه في غيسيبيون. وهنا دوك نعطيكم السر والاضافه اللي نديروها للطمينه تاعنا باش تجي طريه. بزاف اللي يشتكيو من الطمينه تاعهم تجي كالرمله، كشغل تجي تتغزز. الا هاد الطمينه البنات تجي طريه وتعجبكم، مع الاضافه اللي زدناها لها تعطيها بالنافور. هذه هي البنات الاضافه اللي زدناها لها واللي ممكن تستغناو عليها. انا ما كانتش عندكم معليش، تقدروا تعوضوها غير بحلوه الترك اللي هي زبده الفول السوداني. كما راكم تشوفوا جايه كرانشي، يعني فيها هذوك الحبيبات نتاع الكاوكاو، هكا حبيبات صغار بزاف. نديروا منها مورف كبيره معمره مليح. شوفوا صراحه البنات عطاوتها ذوق خيالي، يعني كي نسموها طمينه ملكيه يجي عليها هذا الاسم، طمينه ملكيه تاع الصح، تجي بنينه بزاف. وهنايا نزيدو قدر هكا مورس وقدر مغرف كبيره تاني معمره بزاف، تكون بومبي تاع حلوه الترك نفتوها. هنا البنات نتوما لما كانتش عندكم هذيك زبده الفول السوداني تقدروا ديروا زوج مغارف تاع حلوه الترك. وهنايا السر باش تجيكم طاقنه طريه اللي هي زوج مغارف نتاع الماء سخون بزاف، يعني لدرجه الغليان. ونزيدوا معاه مغرف نتاع المزهر. البنات المزهر ما تخافوش منه، ما غادي تطلق ريحه المزهر ما والو، يعني بالعكس تعطيها بنه شابه بزاف. ونخلطوا كل شيء بالميكسر. انا نخلطوها مليح حتى نتحصلوا على واحد القوام داير كي الكراميل. وهنا البنات كاين اللي يزيدوا ثاني الحليب، زوج مغارف ولا ثلاثه نتاع الحليب باش تجيهم طمينه طريه. بصح انا ما ننصحكمش به، يعني الماء خير افضل. راه الصيف وكاع كيما نعرفوا الحليب يخسر، يعني الطمينه تاعكم ما غاديش تطول معاكم، خاصه الا خدمتوا كونتيتي كبيره. تسمى ماذا بكم ديروا الماء، والماء ما تخافوش كاع منه، ما تخسر ما والو، راني مداري نخدم به. يعني حتى في الطمينات اللي كنت درتهم لكم من قبل في قناتي شاف ليلى ديزات، كنت درتهم لكم طمينه تاع تلمسان وكاع، نديرو فيها الماء سخون وما يصرى لها والو. كنا نديرو كميات كبيره، يعني في النفاس في الزيادات هكا في المناسبات نديرو كميه كبيره ويكون فيها الماء سخون وما تخسر ما حتى حاجه. المهم الماء ما يكونش بارد، يكون مغلي. وكما شفتوا كل حاجه راها طايبه. وزدت هنايا الكاس تاع السميد نتاعي ونخلط مليح حتى نتحصل على هذا الخليط كيما هاك. ما تحطوهش تمتم، خلوه يريح على الاقل نص ساعه باش هذاك الحبيبات تاع السميد يتشربوا. وإلا ما كاش عندك الوقت كنتي باغيه تمتم تحطيه، يعني وين خلطتيه وين تحطيه، ديري الكاس بومبين تاع السميد هكا باش تجيك الطمينه تاعك شويه عاقده. خاطر حنايا هنا كي نديرو غير كاس، نديرو كاس مسطح، يعني الطمينه تجي شويه سائله. بصح كي تريح نص ساعه وقاع تحطيها هكا في الطبسي صاي تقبض روحها. وهي دائما من الافضل الطمينه تخلطيها وتخليها تريح شويه باش هذوك الحبيبات تاع السميد يتشربوا لك هذاك ليدام وهذاك العسل ويطراو، ما يقعدوش هكا كيما الرمل يابسين. شوفوا هاد الكميه تاع كاس خرجت لي كميه ما شاء الله، يعني خرجت لي كميه كبيره. غير انا حطيتها في طبسي واحد كبير وهكا سرحتها. بصح تقدري تحطيها في زوج طباسه صغار، في ثلاثه، يعني كميه مليحه ما شاء الله. بكاس نتاع سميد شوفوا شحال، يعني اصغر كيله، بصح يعني مشبعه ما شاء الله. اللي كانت عائلتهم صغيره خدموا غير بهذا العبر الصغير، ولا كنتي مبتدئه او اول مره تجربيها نقول لك جربي غير بهذا العبر الصغير ومن بعد دوبلي. التزيين هنا يقعد عندكم اختياري. انا بما انه سميتها طمينه الملكيه درت لها هذاك التاج في الوسط. هذاك التاج غلفوه من تحت بابي سيلوفان هكا وتحطوه. وانا درت لها هذوك القلوب، خيرت غير الدوغي، ما بغيتش نكثر الالوان. ودرت هذوك النجوم ودرت الجوز كما راكم تشوفوا. تبغي ديري اللوز، تبغي ديري كاوكاو، يعني اللي كان عندك زوقي به. كما دائما نقول لكم الجود من الموجود. تقدري ديري غير حبه كاوكاو معليش، المهم الصح كاع راه في البنه.
وشوفوا البنات كيفاش جات لامعه، تجي تبري بصح في نفس الوقت ما تطلعش لي دم، يعني تقعد لك اللي تقعد ما تخافيش كاع منها، ما تطلعش كاع لي دم لخاطر كنا مخلطين كل شيء غايه بالميكسر. ما تخافيش كاع لي دم ما يطلعش، تجي بنينه معلكه واحد البنه، يعني شحال ما نشكر لكم فيها حتى تجربوا تعرفوا البنه تاعها كي دايره. نجي هنا ندوق معكم تشوفوا القوام تاعها. شوفوا البنات هنا القوام تاعها جا ما شاء الله، جات طريه كما قلت لكم معلكه. المهم بنه وصاي. واسمحوا لي البنات هنا درت لكم هذيك الضبابه على المغرف، يعني راها باينه الطمينه مانيش مدرقتها كاع، الله غالب لقيت روحي نبان في المغرف. وهذه يا غالياتي وصلنا لنهايه الفيديو. نقول لكم ما تنساوليش هذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم، بارطاجيو لي الفيديو مع اصحابكم واحبابكم كي تعم الفائده وباش تكبر قناتنا مع بعض. والى فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.